مرحبا. نور سليمان صحفية سورية كانت تحكي لما الكل سكت، معارضة لنظام الأسد وقت كان ثمن المعارضة جدا غالي. حكومة سوريا الجديدة اعتقلت نور سليمان وطلعت الحمد لله. بس ليش؟ لأنه نور دافعت عن فئة عم بيتم تهميشها حاليا. بس الغريب إنه بنفس الوقت في فئة تانية بإمكانها تقول نصرية إنجاز ونصراني كافر ودرزي خنزير، وما في قيود حاليا لا بالسوشيال ميديا ولا بالشوارع على هدول الناس اللي عم يشتموا هي الفئات من المجتمع حاليا. وطبعا ما حدا بيحاسبهم، ولما حدا على الجهة الأخرى بيجرب يدافع عن فئة أخرى من الشعب السوري لأنه هي الفئة حقا اليوم مظلومة وعم تتعرض لاضطهاد، بتتعرض فورا هي الشخصية للاعتقال. هذا مو ظلم، هذا ازدواجية معايير، محاولة لتغطية الغلط الحقيقي بتوجيه الضوء لمكان تماما تاني ومختلف. يلي عم نشوفه حاليا انه ما حدا بيحاسب يلي بيحرض ضد العلويين، الاكراد، الاسماعيليين والدروز، بس نور لانه قالت في ظلم شفنا انه تم اعتقالها. طبعا اذا الحرية مسموحة لناس على حساب ناس، فشو الفرق بين القديم والجديد؟ يلي بدي اقوله انه الحرية لازم ما تكون تهمة، والسكوت عن الظلم ما هو نصر، هو حقيقة شراكة فيه.